السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كلكم اليز. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون الحلقه الرابعه من سلسله مروكان باشن. منطولش عليكم، نبداو. بحال الحلقه اللي قبل غنبقاو في شرق المملكه، وبالضبط في مدينه بركان. هاد المدينه اللي تاسست في اوائل القرن العشرين وكتبعد على الحدود المغربيه الجزائريه واد كيس 15 كيلومتر. بركان كتصنف كمدينه فلاحيه بسبب التطور الكبير اللي عرف هاد القطاع في السنوات الاخيره في المدينه. ناضج بركان هو الفريق الاول للمدينه، أسس سنة 1938 تحت اسم الجمعية الرياضية البركانية، وفي سنة 1981 غيتم تغيير اسم النادي للنهضة الرياضية البركانية مع الاندماج مع فريق الشباب الرياضي البركاني. الموفمون في المدينة بدا في 25 مارس 2007 على يد الشباب كيشجعوا نهضة بركان ومهتمين بحركية الأولتراس. هادشي اللي خلق لينا أولتراس أورانج بويز. سلوغان المجموعة جاء على شكل عبارة توغيدر ويكان، بمعنى مع نستطيع. ما كان باشاج المجموعة هو الكورفا نورد اللي سميتها كورفا نورد بركان. اول باشاج ديال اورانج بويز كان في الماتش اللي جمعنا نهضة بركان واتحاد المحمديه. واخا قله اعضاء المجموعه وبعد المسافات، هذا الشيء ما منعش هاد الشباب من تشجيع الفريق ديالو. نمشيو لابرز المراحل اللي داز منهم الجروب، ونبداو من سنه 2010 فين دخلت المجموعه لمرحله التجديد اللي بدلوا فيها اللوغو الاول ديالهم من برتقاله غاضبه لشخص كتطغى على الملامح ديالو والقوه والتعصب. وفي سنه 2011 اللي عرفت صعود الفريق للقسم الوطني الاول، كانت المجموعة مع موعد إصدار أول ألبوم ومنتوج ديجا على شكل بولو. وفي سنة 2013 عرفت الأورانج بويز تطور كبير من ناحية الأفكار مع تغيير لوغو المجموعة لواحد جديد اللي باقي لحد الآن. هذا اللوغو اللي جسد شخصية الشيباني اللي مثل به الجروب الهوية ديال المدينة. سنة 2014 بالضبط 8 شوشنبير، هذا النهار اللي كان صعيب على كاع لي مونبر ديال أورانج بويز مور فقدان كابو المجموعة سعد بوجنان بسبب المرض. الله يرحم سعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نمشيو ويا مثل المدح. الجروب كان كيحضر باش الظرفية واخا القمع والتعسف الأمني. وعلى ذكر التعسف الأمني ما نساوش الباشاج فورسي ديال المجموعة في دولة نيجيريا مور ما تمنعوا من الباشاج من طرف الاتحاد الإفريقي، وأيضا منع المجموعة من الباشاج في مدينة القاهرة المصرية بحكم منع الأولتراس في مصر ذاك الوقت. ودابا نخليكم مع أبرز الأعمال ديال الجروب في هاد السنوات الأخيرة. أي مجموعة مغربية، أورانج بويز كل عام كيديروا حملات للتبرع بالدم وأيضا تقديم المساعدات للقرى المنسية. من ناحية الأغاني الجروب عنده 6 ديال الألبومات، أولهم خرج في سنة 2011
وآخرهم كان في سنة 2021. يدوي الصوت صوت الحق اللي ما يتبع ما يتشع ترجم إحساس يحكي لنا. في لعبة الأولتراس الأوروج بويز عندهم حساسية مع البريغاد وجدة. هاد الصراع اللي كيتجلى في ميساجات على شكل كلاش ولا كنوع من البروفوكاسيون. آخر أعمال المجموعة حاليا هو الحضور المساندة الفريق في مدينة الزمابرة مع رفع رسالة عن الأحداث الأخيرة اللي عرفتها منطقة البرنوسي في الدار البيضاء. بالمناسبة هاد البلان كامل شرحناه في فيديو اللي قبل، إلا باقي ما شفتيش راه كاين فلاشين. قبل ما نخرجو من بيت بركان غنهضرو على واحد الجروب اللي تأسس سنة 2014 بسميت أولتراس زناسني. هاد الجروب اللي كان كيباشي في منتصف الملعب وما طولش بزاف، مبقاش بان من سنة 2015. مع قلة المصادر الموثوقة ما عرفناش واش جمدوا النشاط ولا انسحبوا بصفة نهائية. إلا وصلتي حتى لهنايا ما تنساش تابونا في لاشين، وإلا عجبك الفيديو خلي معاك لايك. نتلاقاو في فيديو جديد. تهلا.